بيت وطني من الطراز الاول، والدها الدكتور احمد عبد الله رزة، ورحمه الله عليه يعني. ولمن لا يعرف احمد عبد الله رزة يكفي ان يكتب على جوجل ليعرف هذا الرجل العظيم وقدره، ويعرف انه واحد من الناس اللي دشنوا لثوره 25 يناير من بدري. فرحمه الله عليه. نرحب ببشرى مره ثانيه. وحابب ابدا مع شريف عبد الهادي. هو شاب خريج قسم الاعلام كليه الاداب جامعه حلوان. الحقيقه انه بعد ما اتخرج مباشره انا كان ليا حظ ان تبقى اول دفعه درس لها كانت دفعه شريف، ناس من الدفعه موجودين وناس من دفعات ثانيه موجوده، لدرجه ان انا حسيت ان انا داخل محاضره. شريف بعد ما اتخرج اشتغل في اكثر من موقع الكتروني، واشتغل صحفي وكتب قصص قصيره وكتب مقالات. اشتغل في موقع السلطان، واشتغل في عدد من المواقع والصحف الاخرى، واخيرا دلوقتي اخيرا هو صحفي في مؤسسه روزا اليوسف. هذا الفيلم تحديدا او هذا العمل هو واحد من اعمال شريف اللي كانت موجوده في الدرج. ولما نقول موجوده في الدرج اللي هو بنقول ان كل واحد فينا عنده حاجه موجوده في الدرج، لكن المهم هل هي تستحق النشر او لا؟ رقم اثنين، المهم هل سيهتم بها احد يعني يدرك قيمه العمل الابداعي والعمل الادبي ولا لا؟ على سبيل التجريب حتى شريف مقدم سيناريو في صوره ورقيه، في صوره كتاب سهل اي واحد من حضراتكم يمسكه يقراه. من 4 سنين او 5 سنين صدرت روايه اسمها فيرتيجو لاحمد مراد. احمد مراد كان كاتب عليها فيرتيجو، روايه سينمائيه، وبالفعل بعد اعوام تم تحويلها بعد شلفطه البطل لبطله وبتاع، انتوا عارفين بقى التفاصيل دي، لمسلسل عرض في رمضان الماضي. الاستاذ الكاتب الكبير الاستاذ سمع الله ابراهيم كان ليه غير ذات كمان ان هي عمل ادبي تحول لمسلسل يعني هيذاع، نتمنى انه يذاع قريبا. انما كمان هو كان واحد من الناس التجريبيين في اعمالهم والتسجيليين في اعمالهم. له روايه عظيمه مهمه اسمها شرف. هي الروايه حطوا جواها مسرحيه، فكانت فن جوه فن، يعني جوه اللي يقرا روايه شرف هيلاقي جوه روايه شرف مسرحيه بيمثلها الابطال. فهي كانت قالب ادبي داخل قالب ادبي اخر. مش عايز اطول على حضراتكم، انا عايز يعني اسيب شريف يتكلم شويه عن نفسه، يتكلم شويه عن الفكره، ازاي جات لك الفكره وليه كوابيس لكنها كوابيس سعيده، واتكلمنا حبه عن ظروف صدور هذا العمل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. بشكر كل اللي نورونا النهارده وشرفونا، وبعتبر نفسي اقل حد في الموجودين، وده والله ما كلام من الديباجات المحفوظه اللي اي حد يقولها، قد ما هو احساس فعلا، لان دون وجود حضور لما اصبح للشخص اللي بيتكلم قيمه. فبالتالي انا اعتقد ان الشخص اللي بيتكلم هو بيستمد اهميته من حضور الناس اللي هم شرفونا ونورونا. فالف شكر لحضوركم وتشكيلكم. كل القصص الناجحه على مر التاريخ من بدايه الخليقه حتى يومنا هذا، كل الاشخاص اللي قدروا ان هم يحفروا في التاريخ اسمائهم، سواء اشخاص عاديين وخوالوا العظماء او حتى الانبياء والرسل، جميعهم يشتركون في تفصيله دراميه واحده، ان البطل امن ان هو عنده حلم يقدر ان هو يحققه، مهما كانت الظروف المحيطه دي بتقول ان الحلم ده مستحيل انه يتحقق. على المستوى الاجتماعي، على المستوى العلمي، على المستوى الديني، جميع الابطال المشهورين في التاريخ امنوا بحلمهم رغم كل الظروف، وفي الاخر قدروا ان هم يحققوا. وزي ما بيقول اينشتاين، الواقع بيحولك من النقطة رقم 1 للنقطة رقم 2، لكن الخيال بينقلك من النقطة رقم 1 إلى ممكن النقطة رقم 1000. وفي الحقيقة هي دي المسج الرئيسية اللي بيدور حواليها العمل كوابيس سعيدة، إن طول ما أنت عندك حلم مؤمن إن أنت تقدر تحققه، هتقدر تحققه حتى لو كان الواقع اللي حواليك بيقول إن ده مستحيل إنه يحصل. والغريبة إن أنا لأول مرة بكتب حاجة بتعلم منها، يعني أنا بكتب العمل وبعد ما خلصت العمل بقعد أقراه، لقيت نفسي إن شخصية سامح وشخصية قمر اللي بيقوم بدورهم الفنان أحمد حلمي والفنانة جميلة بشرى، شخصيتين إن شاء الله لما حضراتكم هتشرفوني أكتر وتقروا العمل هتلاقي نفسك أنت بتتعلم منهم إزاي إن ممكن الظروف اللي حواليك تكون بتقول مستحيل إن أنت تقدر مش بس توصل، ده أنت مستحيل إن أنت تقدر تحيا، تقدر النفس اللي بيخرج منك يرجع لك تاني، ورغم كل ده قدروا إن هم يحققوه. وانا اللي اتعلمت من النقطه دي بعد ما خلصت السيناريو، انا كنت الاول كاتبه سيناريو سينمائي، وكان هدفي رقم 1 ان العمل ده يكون انا اصلا كاتبه للسينما، مع كامل احترامي للادب وتقديري ليه، ومع ادراكي ان الادب اكثر عمقا
واكثر انتشارا، ولكن للاسف لا، هو مش اكثر انتشارا، هو اكثر عمقا ولكن ليس اكثر انتشارا. للاسف السينما اكثر انتشارا. فانا كنت كاتبه للسينما عشان خاطر نفسي ان العمل ده بدل ما يقراه 1000 ولا 2000 ولا 3 يشوفوا 80 مليون و90 مليون والوطن العربي كله، ومش بعيد ان هو يترجم ويبقى عمل عالمي. ولكن الحلم اللي كان جوايا ما كانش مناسب للواقع، مش لظروف خاصه بيا قد ما ظروف مرتبطه بالواقع اللي احنا كلنا عايشين فيه. كتبت العمل دوت في 2009 وانا بكتبه كان في ذهني وفي خيالي وفي حلمي نفس الابطال اللي هم موجودين في العمل دوت ان هم يقوموا بيه، رغم ان هم لم يجتمعوا من قبل في اي عمل فني. يعني عندنا جوه العمل ده الفنان احمد حلمي، الفنان بشرى، الفنان منى شلبي، الفنان خالد الصاوي، الفنان محي اسماعيل، الفنان صلاح عبد الله، الفنان غسان مطر، ومعاهم يوسف وهبي الله يرحمه. جمعوا معايا 45 طبعا باستثناء طبعا الفنان يوسف وهبي، كان نفسي ان هم كلهم يكونوا مع بعض في العمل دوت. وبدات اكتبه ومش في دماغي اي حسابات غير ان انا بعتبر نفسي في الجنه، اي حاجه بحلم بيها هتتحقق. لكن طبعا بعد ما خلصت العمل وبدات اصطدم بالواقع واعدي على شركات الانتاج واعدي على بعض النجوم، فوجئت ان الازمه مش ازمه كتاب ولا هي ازمه ورق زي ما هم بيقولوا، زي ما بعضهم بيقولوا ان في عندنا ازمه ورق وان احنا بنضطر ان احنا نقتبس من بعض الاعمال الاجنبيه لان احنا في عندنا ازمه ورق واحنا مضطرين لده. لا خالص. ومع ظروف الاجتهاد والمحاوله ان انا اسوق هذا العمل كان ليا الحظ ان انا ادخل بعض شركات الانتاج بدون ذكر اسماء لافاجئ بمكتبه تكاد تكون نص المكتبه اللي احنا موجودين فيها دلوقتي مليانه ارفف، فوق الارفف دي مئات السيناريوهات المغطيه بالتراب فعلا بمعنى الكلمه، ولم يتم حتى ان حد يفر الصفحه الاولى، حد يبص حتى يعني اسم الكاتب ايه ولا العنوان بتاعه ايه. انا عايزه وظيفه مخصوص. ما هو في وظيفه بس مش ايوه لا، عايز حد يجي يقعد مخصوص عشان يطلع السيناريوهات بالظبط. ففوجئت ان الوضع مش هيترتب عليه ان العمل يشوف النور مهما ان انا حاولت، مش لظروف خاصه بيا قد ما هي ظروف البلد كلها بتمر بيها، وكل الشباب الموهوب اللي عندهم افكار واللي عندهم افكار اهم من افكاري 100 مره واللي عندهم موهبه اهم من موهبتي 100 مره، اتعرفت عليهم في مرحله الاجتهاد والبحث ومحاوله التصويت، ولقيت ان الموضوع مش خاص بينا، خاص بكيانات اكبر منا، واحنا ما نقدرش حد فينا يتخيل ان هو يخش على يومنا الاولى وهو ايده فاضيه من غير ما يكون في ايده سلاح. احنا كشباب جيلي وغير مش جيل واحد، ده كل الاجيال ما عندهاش سلاح، هي عندها حلم بس ما فيش سلاح انها تقدر تنتصر بيه على يومنا الاولى. فاكتشفت ان الموضوع مستحيل انه يوصل. من 2009 حتى يومنا النهارده 2012 3 سنين من الاجتهاد والمصابره والبحث الاحباط، الالم، الاهانه، كل الحاجات دي الواحد مر بيها، وكأن هو المفروض بيدفع ثمن ان انت ازاي تتجرأ وتفكر وتحلم، ازاي تتجرأ وان انت تخش مملكه مش مملكتك وانت اصلا ما عندكش يعني الفيزا اللي تدخلك المكان. كان قدامي حل من ده، هو دول الحلين المتاحين لاي شخص بيحكم، يا اما اليأس والفشل وان انت تقعد تندب حظك العاسر طول العمر تقول والله يا جماعه انا عندي حاجه لو كانت شافت النور كان زماني عملت وسويت، بس الظروف وممكن تستغل قلم الصحفي في تصوير الحسابات وان انت تقعد تصب غام غضبك وكراهيتك وحقدك واحساسك بالفشل والسخط على كل الناس اللي انت تعاملت معاهم عشان خاطر تصفي حساباتك وتنتقم منهم، وده الحل اللي انا مستحيل كنت افكر فيه. الحل الثاني ان انا كنت ادور على بديل، على شيء مختلف يوصل الحلم للجمهور. انا كاتبه اصلا اكيد مش كاتبه للنجوم بس، انا كاتبه رقم النجوم هم الاداه اللي هتوصل هذا العمل وهتنوره وهتخلي الجمهور يقبل عليه. خلاص ما دام السينما هي الوسيط اللي هيعرض هذا العمل والنجوم هم الادوات الجميله اللي هتنوره، نستغنى عن الوسيط المتاح وهو الوسيط السينمائي او الشاشه المعروض، وندور على وسيط اخر ليه جمهور وليه ناس بتحبه وبتدور عليه، بس مش هنستغنى عن النجوم، لان النجوم اللي انا حبيتهم واحترمتهم وتمنيت ان هم يعملوا العمل ده وكانوا في ذهني وانا بكتبهم ظلوا ملازمين. فمن هنا جات لي فكره الفيلم المفروض، ان انا اعمل روايه، العمل السيناريو اللي انا كنت كاتبه اتحول لروايه، هو مش سيناريو صرف، لان السيناريو الصرف بيكون فيه بعض المفردات والمصطلحات اللي ممكن تخلي القارئ يقفل منها، القارئ اللي هو غير معتاد على قراءه السيناريو، اللي هو ليل ودخلي وخارجي وقطع وقط والكلام ده كله وفيت بلاك، غيرها من المصطلحات اللي هي القارئ ما يفضلهاش، بتفصله
عن الاحداث اللي هو شايفها في الخيال. فقررت ان انا احول السيناريو لروايه مع استمرار وجود الابطال. طب ازاي ده هيحصل؟ ففكرت انا كاتب السيناريو دوت لشخصيات انا حبيتهم واحترمتهم وتمنيت ان هم يمثلوا. ليه ما يكونش في بدايه العمل خالص ما يشبه التتر السينمائي؟ ان انت تشير لكل الشخصيات الموجوده في العمل وكل شخصيه جنبها اسم الفنان اللي بيؤديه. وفي الحقيقه ده كان سلاح ذو حدين، اما ان الموضوع ده هيبقى جديد ومختلف والناس هتحبه، يا اما الناس هتفصل منك ويقفلوا من العمل، خاصه ان ممكن بعض الجمهور ما يكونش عنده نفس القابليه تجاه